مستعدين لليوم لانطلاق ان شاء الله الرحله الى اليمن السعيد. طبعا اليوم الرحله ان شاء الله بتكون بعنوان هاشتاج افتحوا الطريق. نحن كسائقين عبثنا طريق الصحراء. هذه الطريق غير مؤهله للسفر، من تغاريز، تقطعات، حفر، مطبات. يا منعاه افتحوا الطريق. نحن كسائقين ندعم حمله افتحوا الطريق. يا جماعة الخير افتحوا الطريق، تعذبت الناس، جعجعت الناس، اتقوا ربكم. افتحوا لنا الطريق، تعبنا، تبهذلنا، تجعجعنا، حرام عليكم، اتقوا الله، خافوا الله. افتحوا الطريق. افتحوا لنا الطريق، اتبهذلنا، تعذبنا. يا خبرة خلاهم يفتحوا لنا الطريق. المواطن ما يتدخلش، المسافر لا يجتمعكم كلكم على المسافر، ما ذنبه، يجلس بالخارج من 5 ساعات. افتحوا الطريق يمشي، وهذاك يفتح الطريق يمشي. ما ذنب أي مواطن، ما ذنب المواطن دخله يعني تعب. حرام عليكم. يعني مقوقع الثاني، مقوقع مبايع الشعب اليمني حركتهم خلاص. ما ذنبه، ما ذنب الشعب. ما ذنبه. صارعوا لكم يا أخي، خذوا لكم الكراسي وخذوا لكم، خلوا الشعب يروح له. خلوا في حاله، خلوا في حاله بس. والسلام عليكم. افتحوا الطرقات، افتحوا الطرقات، افتحوا الطريق، شاركوا هذا الهاشتاج. الطرقات هو أهم موضوع يجب أن نتحاول. افتحوا الطريق، افتحوا الطريق. أن يفتحوا المنافذ ويفتحوا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله إلى قصة جديدة. هاشتاجات اليوم على مواقع التواصل الاجتماعي هي افتحوا الطرق، افتحوا الطرق أمام المغتربين، وتقريبا أول من أطلقها خالد شايع، هو دائما يطالب بهذا المطلب. لكن الطرق لن تفتح، لن تفتح، هذا هو توقعي الذي أراه. أنا لست متشائم، ولكن الوقائع والدلائل تدل على أن الطريق لن تفتح، ولن تفتح بهاشتاجات على التلفونات وكل واحد في غرفته يكتب افتحوا الطرقات. صح ان يعني الاعلام له دور ويعتبر سلطة رابعة، ولكن السلطة الرابعة هذه تدار من نفس الذين هم يقطعون الطرق. شوف تقريبا بعض الأحيان يأججوا أزمة في الإعلام ليغطوا على شيء يكون خلف كواليس السياسة. فلذلك يعني هم يطرحون هذا، الناس مشغولين والإعلام بأشيائهم الدنيوية ومن ضمنهم الطرقات، علشان يكون هناك في قرار سياسي، في أشياء تحاك. إذا مثلا أمور الناس في السليم ومرتاحين والطرق مصلحة، ما نجلس نبحث بالإعلاميين، كل واحد يدور خبر إعلامي ولو ترجع على السياسيين نفسهم. فلذلك يطرحون الناس مشغولين بأمور دنياهم، ولن تفتح الطرقات من ضمنها يعني. ولكن أيضا هناك رأي أنا آخر أحسبه، يعني اللي هي الحرب الحين عالمية، تقريبا شبه عالمية ثالثة أو حرب باردة. فالطرقات ليست مغلقة لا من قبل الفريق الأول ولا الفريق الثاني ولا المتنازعين يعني في اليمن. الحرب عالمية وليست يمنية حسب ما يتوقع البعض. ونصيبنا ان احنا جينا على مكان جغرافي يلتقي فيه الشرق والغرب، وهذا ما يحدث الآن، يعني مواجهات بين الشرق والغرب من حروب، واحنا وقودها لان احنا في مكان المعركة تقريبا. فالطرقات لن تفتح الا بإرادة الله، وكل شيء بإذن الله، ولن تكمل الحرب الا بإرادة الله. واذا اكثرنا من قول لا حول ولا قوة الا بالله وحسبنا الله ونعم الوكيل. فالبقية والسياسيين هذه ما غير هي اسباب من الله مسلطة علينا يعني.